نتعرف عليك. حسان نجار. أخوي حسان، سام. وش رأيك في طبقة الأوزون؟ سام. طبقة الأوزون والله ما شاء الله الطبخات هذه. وش فيها؟ كيف يعني؟ كيف يعني؟ ممتاز ما شاء الله. ممتاز يعني من أي ناحية ممتاز؟ كيف يعني من أي ناحية؟ ممتاز من أي ناحية؟ تتذكرون أكلة طبقة الأوزون؟ ضيف حلقتنا الجديدة من جيل وجيل الصحفي القدير طاهر بخش من مواليد 1957 مع الطفل سيف من مواليد 2013، فرق 56 سنة بينهم. مين يعرف عن جيل الثاني أكثر؟ خلونا نتابع. طيب الحين بوريكم مقدمة لبعض البرامج أو المسلسلات أو أفلام الكرتون. تعرفه ولا أقول؟ لا ما أعرف. هذا سندباد. سندباد؟ إيه سندباد. إيه سندباد تقريبا حلقات والله طويلة. هذا تقريبا أنا شفته وكان قبل حوالي أكثر من 35-40 سنة تقريبا. كان سندباد يتنقل من دولة لدولة ومعاه الطير حقه، والله لو بقص علي بابا وعلاء الدين. علي بابا شو اسمه وعلاء الدين. علاء الدين، وفيه شو اسمه الطير حقه اللي هي ياسمينة. اي ياسمين. لا سندباد ابدا. ما تعرف سمعت عنه. ايه بس سندباد انت شفته يمكن قصص او شيء زي كذا، لا ولا شيء ابدا. لكن فيلم كرتون ما قد شفته. انا متاكد انه ما شفته لانه لا، شايفه بس قبل سمعت 40 سنه. بس قد سمعت عنه. هو شخصية من بلاد الفارس، من بغداد. في بغداد. اي من شخصية بلاد الفارس وقتها. وتعرف هذه مقدمة وش ابو بدر؟ قلبك كذا شوي. نتفليكس. ما اعطيته مجال اجاوب. صح نتفليكس. نتفليكس. انا ما قد مر عليك الاشياء الحديثه هذه ما بس مشهور. مشهور اي ومعروف الحين من اقوى المنصات هو داري. نتفليكس اي أي. منصه مشهور. بس المقدمة هذه اي المقدمه هذه ما مرت علي. قبل شيء ما جبت المقدمة الأولى، جبت لك واحدة ثانية. وشوف تجيب ذي ولا لا؟ يلا. نحن ذا على دروب كنزنا زو صح؟ لا. نسير معا وأمالنا تسير قبلنا. هذه ما عرفت انت صح؟ النانو ليلة. لا رغم كل اللي في جعبته نزله كله. لا هذا شو اسمه جزيرة مهجورة او الجزيرة الكنز جزيرة الكنز. ايه إيه. جزيرة الكنز. ايه هو جزيرة الكنز. ايه هذه مرت علينا. هم كانوا قراصنة. وفي قراصنة وفي واحد مكسور. ايه مقطوع رجل. مقطوع رجل القرصان. هو الكابتن حقهم. ايوه هذا هو. طيب في عندنا معجبة ودي أتكلمك أبو بدر. مو معجبة يعني جمهور. واحدة من الجمهور. ايه لا تقول جمهور. معجبة من الجمهور. لا تقول معجبة. أنا في سن معجبة. قل جمهور أنا ممكن معك أمشي معك. من أول قاعد ترسل لنا تقول والله ودنا نكلمه ودنا نشوفه يعني على الشاشة. جايبين عشان فضايح. لا بس عطوه هو يتابع. هو يقول أنا طاهر بخش. معنا الخط الحين. هي شوفها معنا الخط. أخبارك؟ طمني عنك. أنا صراحة من معجباتك ومتحمسة أسمع عن أعمالك الجاية. وش اللي تخطط له الفترة القادمة؟ والله الفترة القادمة تقريبا يمكن ما عندي شيء إلى الآن، يعني الفترة هذه فترة راحة يعني ما في أي أعمال، لكن أنا حريص أني أشارك في أي عمل بمناسبة اليوم الوطني ويوم التأسيس. هذه أحرص عليها بشكل كبير يعني، خاصة أني جسدت شخصية الملك عبد العزيز في أعمال وطنية يوم التأسيس ويوم الوطني. إلى الآن جسدت شخصية الملك عبد العزيز الله يرحمه في 20 عمل، وإن شاء الله اليوم الوطني الجاي ويوم التأسيس حيكون لي أعمال بنفس الشخصية، شخصية الملك عبد العزيز الله يرحمه. هذه أعمالي يعني إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بصراحة شيء جميل مميز إنك تجسد شخصية مهمة زي الملك عبد العزيز، وإن شاء الله نشوفك في أعمال أكثر وأكثر. وعلى طاري الأعمال أنا مرة خفت صراحة يوم شفت موقف المسدس اللي طلع عليكم في برنامج تحت الكاميرا، كان الموقف مرعب. أنت عارفة أنا مع أني أنا سويت المقلب، لكن إلى الآن أنا ما شفت الحلقة لما انعرضت، ما شفتها لأن أنا خلاص صار عندي تخوف من المسدس. تخيلي أن واحد يواجهك عين بعينك وماسك المسدس في يده ويناظر فيك، يعني طبعا بيكون إذا في مسدس معناه في رصاصة حتطلع بأي شكل من الأشكال. أنا أي مكان فيه مسدس أنا لا يمكن أجلس،
لانه يمسك المسدس يبغى يلمع يبغى يناظر فيه ما ادري ايش، ويوجهه في نفس الوقت يوجه عليك، تطلع رصاصه ويكون ساحب المشت. منين تطلع الرصاصه انا ما ادري، الشيطان شاطر يعني في مجال المسدسات. فانا بيني وبينك انا الحلقه هذه ما شفتها ولا عندي استعداد اجيب سيرتها، يعني خلاص حلقه جت وراحت. وانها يعني بسبب الحلقه هذه قبل ما تعرض انتشر كلام اشاعات ان طاهر بخش انقتل، واللي قال ما ادري ايش، واللي قال واللي ما ادري ايش، واللي ناس يتصلون على بناتي واولادي يعزونهم. المشكله في موقف صح انه جميل يعني مضحك وفي نفس الوقت حزين. في واحد من اصدقائي كنا نجتمع دائما مع بعض يقول لي طاهر انا امس قابلت واحد وقال لي ان طاهر بخش انقتل. قلت له يا ناس طاهر بخش ترى موجود وما ادري ايش، وعندنا دائما نجتمع عند واحد من الشخصيات. قال لا ابدا ابدا طاهر انقتل، خذها من عندي وانا متاكد، وطاهر يوم ينقتل انا كنت معه. يعني وصلت الكذبه الى هذا الحد. فهذا اللي حصل، يعني موقف يعني خلاني اخاف من اي مكان فيه مسدس. والله معك حد. الله يسعدك يا رب. ويسعدك يا رب. طبعا قبل ما أختم، سمعت أنك حاليا قاعد تصور حلقة من برنامج جيل وجيل، فإيش رأيك فيه وكيف الأجواء معكم؟ والله بقول لك بصراحة البرنامج جديد وجميل. أنا أول ما شفت الحلقة الأولى شفتها في اليوتيوب تمنيت أني أكون أحد الضيوف في هذا البرنامج. فعلا البرنامج يعني خفيف ظل جميل، أسئلته جميلة، ما في أي تصنع، ما في أي تكلف يعني في الأجوبة، خفيف مهما اللي على في قلبك يطلع على لسانك. والجميل أكثر أن اللي قايمين عليه العمل هذا مجموعة من الشباب قالوا لي قبل التصوير ما في أي تصنع، لا تقعد، ما في محاور ما أدري إيش. أنا ما أحب المحاور، أنا أجلس قدام الكاميرا واسألني زي ما تبغى، واللي يطلع من عندي يطلع. وأتمنى أن إذا شفتوه يعني أكون ضيف خفيف الظل عليكم إن شاء الله. أكيد بتكون ضيف خفيف على القلوب، وإن شاء الله نشوفك أكثر في أعمال قادمة. وأنا متحمسة أشوف حلقتك في برنامج جيل وجيل. يعطيك العافية. الله يعافيك، شكرا لاتصالك، شكرا لاهتمامك. طيب نعم. مع السلامة. ايش رايك في كلامها؟ كلامها؟ اي والله يعني كلامها عادي، يعني كلام جميل. ها كلام جميل. أنا يعجبني لما واحد شوف. أنا بقول لك شيء، أنا أخذت الكلام كله من عندك يعني وما أعطيتك فرصة. لا هو انا اعطاك الفرصه. ابي اقول لك شيء. طيب طب انت معروف في المقالب. طيب وعرفت يعني مقلب طبقة الأوزون ومربى لذيذ وجيد. واليوم حبينا نسوي فيك مقلب بسيط. هذا ذكاء اصطناعي اللي كان يتكلم معك طول الوقت. هذا مو إنسان اللي كان يتكلم معك. والله شوف انا عرفت من طريقه كلامها حبه يعني انت طب ليه ما غزيتني؟ ليه ما اشرتني؟ ليه ما قلت لي ده؟ بس الحمد لله اني انا على نياتي وقلت اللي في قلبي. المهم اني انا اللي على قلبي قلت. اي والله انك صح. حتى لو انك ذكاء صناعي وادريت هذا، انا حجاوب نفس اللي انا جاوبته. بس ايش رايك في كلامها؟ والله كلامها انا واحدة صدقية. انا صدقت واقتنعت انا ان هذا الكلام صحيح يعني. بغيت اقول له خذي رقمي. نبي نسألك سؤال. يلا. وش يعني الدحل؟ اول مره تجي عندي دي. ما قد مرت عليك الكلمة ذي. انت بتعطوني اشياء اول مره اشوفها اصلا واسمع فيها. ما سمعت فيها. دحل؟ لا. اي انا مرت علي بس وش هي ما ادري، بس قد مرت علي. انا اقول لك عطنا تلميح. طيب والله هو اللي اعطاك تلميح بتجيبها على طول. طب تلميح بسيط نبي. هي زي الحفرة. مو حفرة، هي زي نزلة دحديرة او شيء زي كذا. لا تعرف الدحديرة انت؟ اي عرفت. هو قال الحفرة يعني. لا هو يقول زي الحفرة. قل ما اعرف وريح نفسك يا اخي. لازم اجاوب يا اخي. جاوب يلا قولها. ابي اعرف انا شوي. طب انت قل ما اعرف. هو يبي يغششه. هذا اللي بيوصل له. خلاص يلا. شوف هي حفرة طبيعية في الأرض ممكن نلاقي فيها مويه. بسألك سؤال أبو بدر، وش يعني معرق؟ معرق؟ إيه هذه أكلة. في شوف هي نوعين. معرق إنه جاي معرق، وفي أكلة اسمها المعرق أو المعرك أو شيء زي كذا. إيه هي أكلة. لا ولا هذه ولا هذه. شيء جديد خذها عندك. محترف توصل في اللعب. قول له وش محترف وش؟ مرق يعني كلمة تنقال اللاعب يعرف يلعب.
هذا والله معرق في لعبة كذا وكذا. هذه صحيح؟ اي يعني من كثر ما هو شات في اللعب بدا يعرق وهو يلعب. طب اقول لكم معرق يعني تقول لي لا انا اقول معرق. بس قصده هو يلعب يعني يعرق هو يلعب. اي يعني ممكن واحد مشغل مكيفات الدنيا وقاعد يلعب وما هو معرق يقولوا له معرق، بس هو مره شديد في اللعب. هذه جيل. اي دارجه عندهم مره الحين. طيب بوريك برنامجين، البرنامجين هذه وش تستخدم وش اسمه؟ عاد هذه سهلة. اسبقني وقل. اللي تدفع اقساط حبة حبة كل شهر. تابي تمارة. ما قد مرت عليك؟ خله هو يجاوب، هو يعرف يقول جاوب، اعطى فرصه. هذا صدح قالها هو. خلاص قال. سألك ما قد شفتها ولا؟ انا ما يسألك يعني اذا انت شفتها ولا لا انا ما شفتها. طيب انا بسألك الحين، يلا. وش هو بيت الحوي؟ بيت مسكون. هات يا ابن حلال، بيت الحوي اللي هو الحوش. ايه الحوش لما يكون فيه حوش، شوف البيت لما البيت القديم لما تدخل يجيك اول مجبب، مدخل البيت مجبب، بعدين تجي الحوش يسمونه بيت الحوي اللي هو الحوش. اول البيوت القديمه الطين هذه كان في حوش، والغرف تلقاها يمين وشمال، بس هو بيت الحوي اللي هو الحوش يعني. تعرف هذا الشيء وشو؟ موبايلي. اي موبايلي، بس وشو هذه؟ طاقة رصيد. هذه بطاقة شحن. اي رصيد جابها هو. ايه هو جابها. طيب هذه وشو ابو بدر؟ هذه حقت شو اسمه، والله اني اعرفها. انا عارف انك راح نظرة تشوف. حقت بلاي ستيشن. اي حقت البلاي ستيشن. حق البلاي ستيشن قديم. ايش تستخدم فيه يعني؟ طيب. هذه اول ما تعرض لك الشاشه البلاي ستيشن يطلع لك الشعار هذا. لا هذا الشيء اللي قاعد تشوفه حاليا. هذه يطلع بلاي ستيشن. اي هذا الشعار بس اقصد. اي هو بالورقه هذه. طلع اي هي يطلع لك هذا الشعار هذا. هو الشعار حق الشركة نفسها، ولكن هي بطاقة انت قل. بطاقة رصيد. شو اسمه؟ دولارات. دولارات. اي البلاي ستيشن ستور. هم عندهم، احنا على وقتكم انا يطلع بلاي ستيشن. هو على وقتكم رصيد. اول ما تفتح يطلع لك الشعار هذا، بس هو يقول عاد هو الخبرة يعني رصيد. بوريكم برامج الحين، وبكل واحد فيكم يقول لي ايش اسم البرنامج ذا. يلا. الاول بيبدا في ابو بدر. البرنامج هذا ايش اسمه؟ برنامج مسابقات. هو بس وشو؟ ما ادري وش. ما قد شفته. زي شو اسمه ده، ستار اكاديمي او شيء زي كذا، نفس البرامج. قريب منه هو نفسه. تعرف انت؟ ايه. وش قل خذ المايك وقل. ذا فويس. وش هو ذا فويس؟ ان تغنيهم يقيمون صوتك، هذا اللي اعرفه انا بس. ايه هم اطفال. عاد شفته من اسم الملف. عاد هذه مشكلتك. تطلع من الملف خلاص. طيب. بوري شوف البرنامج جيبه ولا لا؟ مسرحية هي صح؟ لا مو مسرحية، برنامج. هذا برنامج سباق المشاهدين اللي يقدمه الأستاذ حامد الغامدي، ونمسي عليه حامد الغامدي. برنامج ايش؟ برنامج سباق المشاهدين، يستضيف مجموعة من الفنانين ويستقبل أسئلة من الجمهور ويطرح جوابين، واحد منهم صح، اللي في واحد مثلا يجاوب صح وواحد يجاوب غلط. صحيح. ويعرض كان في رمضان، الآن يعرض على قناة ذكريات. طيب الحين بوريكم برامج بعد. شو اسم البرنامج هذا؟ أول مرة أشوفه. يلا تكلم قل. أول مرة أشوفه والله. قل ما أعرفه. أغششك. بس يعني واحد يلبس لبس يعني تنكر. طب عطني أنا أجاوب عليه. هذا برنامج اسمه الحصن. صحيح. إيه، في مسابقات وفي فريقين. وأني عرفت الحصن. ولد خالتي دائما يتابع، يحبه، كل ما يجي الساعة 9 MBC كذا. ايوه هذه نسخة جديدة سوتها MBC. هذه النسخة القديمة قبل 40 سنة 45 سنة. الآن سووا في MBC سوى برنامج أو فكرة جديدة بدعم من هيئة الترفيه. صحيح. والنسخة القديمة كانت نسخة يابانية ياباني، حتى الآن اليابان هي اللي متابعة البرنامج. اي دامك جبت هذا أبو بدر بك تعرف هذه مشهور هذا مرة، بس وش البرنامج شو اسمه؟ أدخل على الملف بسرعة. هذه إذا ما جبته مشكلتك والله. شفت أنت قريت؟ أنا أصلا عرفته من الصورة. أنا ما أعرفه. مسلسل لعبة الحبار. صحيح. اللي بينزل جزء له هذه السنة. صحيح. مسلسل لعبة الحبار هذا يعتبر أشهر مسلسل حاليا، وهو قام على لعبة نفس فكرة الحصن، ولكن تخسر تموت. سلك. واللي يفوز ياخذ فلوس. كم الجائزة عشان نروح شارع؟ 40 مليون مدري ايش. لا والله الفلوس مو كل شيء نبيه. تكفى. لا ما دام في مسابقات يا اخي. بوريكم الحين فعاليات قائمة أو سابقة
أو ستأتي مستقبلا، ونشوف تجيبونها ولا لا. أول شيء ببدأ فيك، تجيبه ولا ما تجيب المهرجان هذا أو الإيفنت هذا؟ بس اللي حاليا قاعد أشوفه كأنه شيء قديم، يعني إيفنت شيء حضاري قديم. هذا اللي قاعد أشوفه أنا حاليا. عرفت أبو بدر؟ هذه الدرعيه، وش اسمها يسمونها ايش؟ هذه للدرعيه، فعاليات من ضمن فعاليات الدرعيه، صح؟ هو مهرجان كان قائم. مهرجان، اي مهرجان اللي هو في الدرعيه، مهرجان الجنادرية. مهرجان الجنادرية في الجنادرية. اي الآن انتهى، ما اي انتهى المهرجان هو، بس هو كان مهرجان أكبر سنوي، فيه سباق هجن، وفيه فعاليات كثيرة، عروض مسرحية، عروض مدري ايش، ومشاركات الجميع شو اسمه ده المناطق. أنا حضرت في كذا مهرجان، يعني كذا سنة. طيب أبو بدر، بك تقول لي هذا الإيفنت وشو؟ هذه ملاهي، هذه كانت ملاهي شلون؟ قربت. وش هذه ملاهي؟ انا اذكر الملاهي كنا صغار كنا نلعب هذه الملاهي. بس هذه جديده الحين. هي ملاهي شيء. هذه وينترلاند. اي صح شوف. جبتها ابو بدر. هذا اللاعب شو اسمه؟ هذا لاعب الهلال، شو اسمه؟ قلت لك انا اول كنت اشجع الهلال. صح. اي عرفت. متروفيتش. لاعب الهلال الحالي هذا المهاجم الصريح حقهم. والله شوف الاسماء الغربيه هذه انا نادر ما اعرف غير زين اني حافظ دون. شو اسم اللاعب هذا شيء؟ مارادونا. مر عليك مارادونا. اوه مارادونا هذا جاب كاس العالم بضربه اليد، وهذا اللي اشهره انه جاب كاس العالم الجول اللي جابه بيد، حتى الحكم ما انتبه لها وحسبوها جول، وجاب فيها كاس العالم للأرجنتين. طيب الحين بوريكم شعارات أندية محلية عندنا في الدوري وبكم تعرفون اسمها. شبه حافظها. طيب هذا شعار نادي وش؟ طيب هذا مو نيوم؟ اي كانها اليوم ولا 2019. انا اقول نيوم، اذا كان شيء ثاني ما ادري عنه. لا هو صادق، شعار فريق نيوم تو صاعد من دوري يلو الى دوري المحترفين. والحين انا بوريك نادي. عرفتها الوحدة. لا كيف عرفت ان الوحدة؟ كذا احس كأنه مألوف علي، دائما اسمع. هذا ما قد مر علي. الشعار يمكن ما ركزنا عليه بقدر ما نركز على الاسم الفريق واللون اصلا حق اللون الاحمر والابيض، نادي الوحدة. طيب الحين بوريكم شخصيات. شيء لك ابو بدر، هذه الشخصيه قد مرت عليك، شو اسمها؟ ما ادري بس انه في ام بي سي 3 دائما نقابل. في ام بي سي 3 بس بعرف شو اسمه. انا اذا كان في ام بي سي او شيء زي كذا انا ما اتابع، اول مره اشوفها. ما يمكن مذيعه هي. ها قربت لك مذيعه بس اوكي. انا ما ادري اذا بس مو في القناه الام بي سي الرئيسيه يعني. يمكن في احد القنوات الام بي سي. ام بي سي 3 خلفيه كذا ترانسفورمرز، ما ترانسفورمرز كذا ورا. ما تعرف المذيعه هذه؟ لازم ما اعرفها لاني ما كنت اتابع ام بي سي، بس كارتون نتورك. هذه دانيال الشافعي، مذيع في قناه ام بي سي 3، مقدمه برامج في قناه ام بي سي 3 للاطفال. لازم تكون انت عارفها. هذه هي من جيلكم يعني لو انا ما اتابع اصلا البرنامج بنفسه. اوريك شخصيه الان تعرفها ولا لا؟ يلا تفضل. شوف عرفت شخصيه ما تعرفه؟ لا. مذيع. اي الله يرحمه، الظاهر توفى. هذا ماجد الشبل. اي ماجد الشبل الله يرحمه. الله يرحمه. هذا يعتبر استاذ لي يعني، علمني كثير يعني من في المجال الاعلامي. اول ما بديت الاعلام يعني زي كذا استفدت منه كثيرا، وكنا نجتمع دائما في عند واحد من الزملاء الاعلاميين، وهو كان يكون معانا بس شكله قديمه. الشباب هنا ما شاء الله. اي ما شاء الله صوره في عهده. اي قبل عارفه انا. طب بوريكم الحين شخصيات. هذول المغنيين الان. هذا مغني حديث قد مر عليك ابو بدر. ترافيس سكوت. بدر ها ترافيس سكوت. ترافيس سكوت. اي ترافيس سكوت. ما عرفت الا من شعر شوي، بس يمكن كان بيجيبه ابو بدر. والله ما اعرف، والله لو قعد ما اجيبه. بس زين انه دخل في الخط وجاوب بسرعه. سحب منك. ها ريحني منه. طب هذا شو اسمه شيء؟ سنوب دوغ. لا مو سنوب. ما ادري
يا أخي طلع بمقطع اليوتيوبر عادي. لا مات هو خلاص. يا أخي شو اسمه كان مغني راب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أدري بس حتى لو بقول اسمه يمكن إنه مر عليك. توباك. والله إنه هو توباك. كان في راسي انا ما اعرفه. كان اللي في راسي اسمه أختفى كذا تلاشى سبحان الله. أنا وقت الأسئلة كذا الذاكرة تتلاشى. تعرف المصارع هذا؟ لا قول. قل انت. ما عرفته. هذا مصارع كنت انا من المعجبين فيه، هذا الك هوجن. إيه. هذا دائما اذا جاء شوف حتى الاطفال ذيك الايام كان يشيل معاه طير، اذا جاء يلبس فنيله صفراء، اذا جاء يبغى يصارع يقول فنيته كذا ويشقها، والاطفال كثيرين يحبون الك هوجن. صح؟ صحيح الك صحيح جاوب. طب بوريك مصارع حديث الآن، ما أدري إذا قد مر عليك ولا لا. أعطني مايك. انا توني قايل لك انا توني انا وش قلت لك قبل شيء؟ قلت لك عنه. أنا من اليوم أشوفه وأنت قاعد تشرح لا هو قاعد أعطاك إياه، قال لك زي رومان رينز. رومانز زي رومانز. قلت لك انا زي هم. هذا قوي هذا. اي الحين إيه؟ ولما يدخل عليك براسه على بطنك، ها هذه شو اسمه تعتبر ضربه القاضي. اي تعرفها؟ إيه بس ما روح البيت وشوف المصارعه. عيال عمتي زمان كانوا يطبلون له واجد. منو؟ عيال عمتي. عيال عمتك يطبلون له؟ شلون يطبلون له؟ بالطيران؟ طب الحين بسمعكم اغاني. شو اسم الاغنيه هذه او المغني؟ عاد انا ما عرفت الاغنيه تبيني اجيب. خلني اقدم لك. اعطيك فرصتك تقول. ما ادري كنا مر علي. خلاص خلي اهواك اتمنى لو انساك عبد الحليم حافظ الله يرحمه. الله يرحمه بالله. ما قد سمعت الاغنيه هذه؟ ترى الجيل الجديد ما يحبون محمد شو اسمه ده شو اسمه عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وفيروز ودول. ترى ما تعرفونهم هذول. يمكن هذول جيل كنا نحبهم، وبالذات اسأل أبوك ولا جدك يعرف شو اسمه دي سميرة توفيق ولا لا، وكم مرة غمزت له. هذه أهم نقطة عندك. طيب الحين أبو بدر بشغل لك أغنية. قل لي هذه الأغنية شو اسمها؟ هو اسم المغني بس أنا أكتفي به. ما ادري بس كانت ترند في التيك توك. حديقة سويدي مع حديقة سويدي كذا. إيه هذه جابها. منو؟ أغنية حديقة السويدي اسمها سير ولا لا. هذه اللي واحد اسمه دي جي ام كي الحين مرة مشهورة تعتبر هذه الأغنية. يعطيكم العافية. كان هذا وقتنا معاكم اليوم. والله. خليها بعدين. إذا أنتم فاضي. يبي وقت زيادة. يبي زيادة. إذا يبغى زيادة خلوه عندكم ينام هنا، وأعطوه كل يوم جيبوا له ضيف ألين يزهق ويقول بروح لبيتنا. أبوه ما عاد يبغاه يقول خذوه لكم. طيب يعطيكم العافية ونورتونا والله اليوم في جيل وجيل. فرصة سعيدة إن شفناكم والله وتشرفنا فيكم. أنا والله زي ما قلت من البداية البرنامج هذا أنا كنت يعني رغم أنه جديد لكن فكرته جديدة وتوثق العلاقة بين الجيل القديم والجيل الجديد، وفي معلومات يعني كثيرة يمكن الجيل الجديد ما يعرفها، وأنا تقريبا كأني الجيل الجديد يوصلها لهم. في معلومات جديدة حنا ما نعرفها أو ما احنا حريصين عليها وهم وصلوها لنا. فهذا البرنامج أنا يعطيكم العافية، وعلى صاحب الفكرة وفريق العمل كلكم ما قصرتوا يعني. وإن شاء الله أتوقع أن إن شاء الله الحلقات الجاية حيكون في أسماء أكثر وأكثر، وحيكون له متابعين كثيرين. يعني أنا زي ما قلت لكم أنا والله كنت أول ما شفته من أول حلقة أنا كنت أتمنى أني أطلع في البرنامج. الله يطول في عمرك ونورتنا والله وشرفتنا، وكنتم إضافة جميلة جدا للبرنامج. الله الله يطول في يسعدك. عمرك.